السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير والصحة وسعادة. النهاردة برد على فيديو للمهندس محمد علي. والمهندس محمد علي في القناة بتاعته جه واحد من أمريكا بيبعت له فيديو بيوري له فيه ان قد ايه البيض في امريكا سعره رخيص، وانك انت ب$14.5 تقدر تشتري 90 بيضة. طبعا يا اخوانا الراجل كذب. الراجل اللي بعت الفيديو لمحمد علي، مش محمد علي نفسه، الراجل اللي عايش في امريكا وبعت الفيديو لمحمد علي، الراجل ده كذاب. وقال ان من ضمن الاكاذيب اللي كذبها ان هو قال ان $14.5 تقدر في امريكا تجيب بيهم 90 بيضة. الكلام ده يا اخوانا كذب بواح، لان دستة البيض في امريكا وفي المنطقة اللي انا عايش فيها $6.5. دستة البيض يعني 12 بيضة $6.5. فاللي يقول لك ان ب90 بيضة في امريكا، انك في امريكا هتجيب 90 بيضة ب$14.5، ده مكان جملة. مكان الجملة حاجة ومكان التجزئة حاجة تانية خالص. انت لو عندك اكسس انك تروح لدكان ضخم من دكاكين الجملة وتدفع فيه اشتراك سنوي وبفلوس مش ببلاش، ده موضوع تاني. لكن ما ينفعش انك انت في ضوء اسعار الجملة تقول ان سعر البيض في امريكا ال90 بيضة ب$14.5. يا كذاب. ده اول شيء. تاني شيء احب اقوله ان هو قال اقل واحد في امريكا بيعمل $20 الساعة. حضراتكم يا اخوانا 42.5% من اللي شغالين في امريكا ما زالوا بيعملوا $15 الساعة جروس، يعني بعد الضرايب والخصومات يصفصفوا لهم على $10-11 الساعة. معايا حضراتكم؟ فاللي يقول لك ان اقل واحد في امريكا بيعمل $20 الساعة بيخشوا جيبه، ده في تدليس هنا. لان اللي بيخش جيبه $20 الساعة ده اصلا مرتبه قبل الضرايب بتتكلم عن $27-28 الساعة. انت هنا بتتكلم عن مهندس مثلا، بتتكلم عن يعني طبقة في أعالي المتوسطة، يعني ممكن تكون بتتكلم عن مهندس محاسب حاجة زي كده. هو ده اللي بيخش جيبه في الساعة $20، مش أقل حاجة زي ما قال هذا الكذاب اللي بعت الفيديو لمحمد علي. دي حاجة تانية. الحاجة التالتة انه قال ان الاكل في امريكا مجانا للفقراء. الكلام ده برضو كذب، لان هو قال ان انت لو انت بتعمل $3500 الشهر تبقى انت فقير ومستحق للاعانات. الكلام ده برضو كذب يا اخوانا. انت لو مفلس ومرتبك متدني جدا، مش 3000 ولا 2000 في الشهر حتى، لو انت يعني معدم، هم المعدمين هم اللي بياخدوا الاكل مجانا وبكمية محددة مش مفتوحة على البحري زي ما صور هذا المصري الكذاب اللي عايش في امريكا واللي بعت الفيديو لمحمد علي. فكونه يقول ان انت مش لازم تدفع في الاكل نكلة في امريكا لو فقير، هذا كذب. لان كثير من الفقراء بيشتغلوا بيعملوا دخل وغير مستحقين للاكل المجاني. الكلام ده تضليل وكذب يا اخوانا، واستخفاف بعقول البسطاء. كذلك حاجة اخيرة، يعني احنا هو الحاجة الوحيدة اللي قد يتفق فيها البعض معاه إلى حد ما هو لما قال إن الجنيه في بلده زي $1 في أمريكا، الجنيه في مصر زي $1 في أمريكا. طبعا هذا التشبيه كمان غير دقيق، لأن مصر وأمريكا اقتصادين مختلفين عن بعضهم البعض تماما. معروف أن أمريكا أكبر اقتصاد في العالم حتى الآن، ممكن ده يتغير طبعا، بس اللي أنا بقوله إن أنت ما ينفعش تقارن شعب 330 مليون
بينتجوا حوالي ما يقرب حوالي 25 تريليون دولار، يعني 25 ألف مليار، بشعب زي الشعب المصري فوق ال 100 مليون وبينتجوا 300 مليار دولار. فاقتصادين مختلفين تماما. كذلك انت عندك مثلا لما تكون بتتكلم عن الين الياباني، الدولار الامريكي في اكتر من 120 ين ياباني. هل هينفع نقول ان الين الياباني في اليابان زي الدولار في امريكا؟ لا، ساعات البلاد بتتعمد تخلي عملتها فئة صغيرة، ساعات تخلي عملتها فئة اكبر. فمش دايما نقول ان الدولار في امريكا زي العملة الفلانية في بلدها، ده تشبيه غير دقيق. أرجو أن الناس تكون فهمت الحقيقة، عرفت الحقيقة، بعيدا عن تضليل أمثال هؤلاء. مش معنى أن أنت عندك مشكلة سياسية مع حاكم البلد الفلاني أنك أنت تجيب واحد يطلع أكاذيب عن أمريكا يقول فيها إن ال 14.5 دولار في أمريكا هتجيب بيهم 90 بيضة. ده يا إخوانا كلام فارغ، لأن دي أسعار جملة، ولازم عشان تشتري من دكان الجملة تدفع اشتراك سنوي، تدفع فلوس عشان خاطر تقدر تشتري من دكان زي ده، ولازم يبقى عندك عربية عشان تطخله مشوار تقدر إنك أنت تشيل بيه الشيلة دي. أرجو أن الرسالة تكون وضحت. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.